أنا عايز أوضح أن النضج الذي أعبر عنه هو النضج المقصود بتنوع النتائج، مش بانتخاب أحمد شفيق مثلا، مش بالتصويت لأحمد شفيق. بالعكس، يعني أنا انتقدت بشكل غير مباشر التصويت لأحمد شفيق وربطته بعدم الوعي السياسي، لكن ما أعنيه بكلمة النضج هو السياسي هو أن هذا الشعب أصبح قادرا على أن يميز بين تيارات سياسية مختلفة، وأن يرمي بكل ما لديه في سلة واحدة أو وراء فصيل واحد. نحن نحتاج في المستقبل إلى قوى متجاذبة ومتشادة، نحتاج إلى صراع متوازن بين القوى السياسية لكي ننتج. يعني نحن مقدمون على المرحلة الانتقالية الحقيقية، ما مضى لم يكن مرحلة انتقالية. الفترة الرئاسية القادمة هي المرحلة الانتقالية الحقيقية المؤسسة للجمهورية الثانية في مصر التي أرادتها الثورة، وبالتالي بدون وجود قوى سياسية متكافئة وتمتلك قدرة على ضغط وقدرة على جني مكاسب وتقديم تنازلات لقوى سياسية أخرى، هذا الجدل السياسي هو الذي ينتج حياة سياسية ديمقراطية سليمة. وهذا هو أحد أهم أهداف الثورة المصرية. نحن ورثنا خرابة من حسني مبارك، ونحتاج إلى تطهير الأرض، نحتاج إلى حفر أساس قبل أن نبني وطنا يليق بهذا الشعب المحترم. طيب دكتور عبد الفتاح، هناك من يتوقع أو يكاد يتيقن بأن المعركة ستكون بين منتسبين للنظام السابق وبين قوى ثورية، فهناك من يقول أبو الفتوح وموسى في المباراة النهائية، وهناك من يقول مرسي وشفيق. هذا التوقع ومدى مطابقته لما رأيناه من نتائج؟ أنا يعني أتمنى ألا يعني تصل الأمور إلى يعني أن يتنافس أحد المحسوبين على الثورة مع السيد أحمد شفيق، يعني لأنه في النهاية وصوله إلى المربع النهائي من السباق الانتخابي أمر ليس جيد من وجهة نظري أنا، وإهانة الحقيقة، هي إهانة للثورة. طب هذه النتائج ألا تشير يعني إلى ذلك، أو ممكن أن تشير إلى ذلك؟ ممكن تشير إلى ذلك، يعني خاصة في مواقع كثيرة يعني تذكر يعني توشي أو توحي بذلك يعني. نعم، هي في النهاية هتبقى إهانة للثورة كما تفضل الدكتور الأستاذ ياسر، وتحتاج إلى تفسير الحقيقة والوقوف عند الأرقام اللي حصل عليها، لأن أنا قرأت في واحدة من المؤشرات إن هو حصل على كل الأصوات في لجنة حصل عليها السيد شفيق بالكامل ما عدا الأصوات الباطلة، يعني كأن كل الناس في هذه القرية تريد أحمد شفيق، فهو بالتالي هو يعني وهو غير منطقي وغير منطقي. يعني ما فيش الانتخابات في العالم لجنة على حسب علمي تعطي الشخص إلا إذا كان شخص مهم وكذا، لكن هو أو في النهاية إذا كانت اللجنة متقفلة. يعني لو حصل انه في حاجه زي كده محتاجه دراسه ومحتاجه بحث وتدقيق حوالين انه كيف يحصل على هذه الاصوات كلها في بعض الدوائر بما فيها الدائره اللي اخذ كل الاصوات اللي فيها. لكن هذا ايضا اشارت اليه بعض المواقع الالكترونيه التي تتابع هذه النتائج الى ان حمدين صباحي في كفر الشيخ مثلا ايضا هناك لجنه بالكامل يعني له، هو من يعني لانه من كفر الشيخ، فممكن هناك مبرر تفسير. والرجل محسوب على الثوره وله انصار، واينما حل يلقى يعني ترحاب ويعني ترحيب بكل الناس، لكن الرجل الآخر متى حل في مكان يلقى ترحيب بشكل آخر غير الترحيب المعتاد مع المرشحين للرئاسة. أنا يعني بقول إنه يعني أتمنى أن يوصل للدورة الثانية ربما الدكتور مرسي أو والدكتور عبد المنعم أو الأستاذ حمدين، بحيث يبقى في تنافس وتنوع داخل هذا التيار الوطني المحسوب على الثورة. عندها سيختار طيب الناس. ربما يسمعنا الآن يعني أحد المناصرين لشفيق أو لموسى يقول: لماذا تتحدثون عن هذا الجانب؟ أنتم بذلك ترفضون الإرادة الشعبية وتفرضون وصاية على الاختيار الشعبي. ماذا لو أثمرت هذه النتائج عن أحمد شفيق أو موسى؟ طيب خلينا نقول طوال عام ونصف جرى تزييف الإرادة الشعبية، جرى تزييف إرادة الناخب. لم يكن المجلس العسكري على مسافة متساوية من كل الأطراف كما يدعي طوال الفترة الماضية، كان يمهد دائما لمرشحه، سواء كان هذا المرشح عمر سليمان أو أحمد شفيق
أو غيرهما. طوال الوقت كان المجلس العسكري يعمل ضد الثورة ويشوه الثورة ويشيطن الثوار كما تحدث الدكتور عبد الفتاح، ويصور الثورة المصرية باعتبارها السبب وراء كل الكوارث، يفتعل أزمات أمنية ويفتعل أزمات اقتصادية، ويدعي على الثوار زورا وبهتانا بأنهم يريدون اقتحام منشآت، ويصفهم بأنهم بلطجية من خلال إعلامه الرسمي. كل هذه المسألة هي في مجملها عملية تزييف كبيرة لإرادة ووعي الشعب المصري، وهذا هو الذي دفع في تصوري إلى انتخاب أحمد شفيق. يجب أن ننظر أيضا إلى نقطتين مهمتين: المخاوف التي ساهم في إحداثها كثير من فصائل التيار الإسلامي لدى المسيحيين ولدى المتصوفة، وهذا الأمر أيضا ساعد على انتخاب أحمد شفيق. أنا لا أندهش من النتائج في الصعيد، لأننا عندما نعلم التركيبة السكانية للصعيد هناك أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المسيحيين متمركزون في الصعيد. هناك طرق صوفية منتشرة بكثافة عالية في الصعيد، والطرق الصوفية تتخوف من الإخوان وتتخوف من السلفيين وتتخوف من هدم الأضرحة. في المقابل يتخوف المسيحيون من قدوم رئيس إسلامي متشدد يغير حياتهم ويغير طبيعة حياتهم. هذه المبررات في تصوري في مجملها أدت إلى الخوف من وجود المرشح الأسوأ في تصور هذه الجماعات البشرية المصرية، وبالتالي صبت في صالح مرشح في تقديري هو غير كفء بالمرة، يعني كان فاشلا في وزارة الطيران، فيعني يريد أن يحكم مصر. لكن هناك من يرى عكس ذلك تماما دكتور عبد الفتاح، يعني هناك من يرى أن هذا الرجل هو يعني بكاريزمته كما وصفها البعض ومن أيدوه، أنه له كاريزما تتفق مع هذه المرحلة الانتقالية، أنه رجل له ملامح تدمج بين العسكرية والمدنية، أنه رجل يحسن الخطاب إلى الجمهور، أنه رجل يتسم بالثقة. فلماذا لا يفكر فيه المواطن المصري طالما يفكر في المصلحة العامة؟ يعني أنا أحدثك بلسان من المؤيدين. أنا لم أسمع أن هناك أحد يعني قال على السيد شفيق أنه عنده كاريزما أو يحسن الكلام. يعني طب هو اختاروا ليه؟ جملتين على بعض. ولماذا اختاروا هؤلاء؟ طيب احنا بنتكلم في آلاف من البشر اختاروه. عفوا يا دكتور عبد الفتاح، يعني الفريق أحمد شفيق لا يجيد إكمال جملة بالعامية. نعم، يعني الكلام المكتوب ممكن يجيد قراءته. طيب بماذا نفسر؟ ما هو إذا كانت النظرية التي ذكرها الأستاذ ياسر أن المجلس العسكري كان لا يقف على صفة واحدة من المرشحين، وكان دائما بشكل أو بآخر يدفع بمرشح أيا كان اسمه سيكون هو المنافس الحقيقي وحصان الرهان بالنسبة له في هذه المنافسة. استجابة هذا القطاع الكبير من الشعب في هذه المرحلة اللي احنا يعني ربما تتغير النتائج، معناه ان ايضا القوى الثورية قصرت بشكل كبير في التعاطي مع امال الشعب. اكيد ده عامل مهم، ان القوى الثورية لم تتفاعل مع الأغلبية الصامتة اللي كانت موجودة. نعم. نحن عندنا يعني في الانتخابات البرلمانية تقريبا 30 مليون صوت، كان في حوالي 20 مليون صوت تانيين ما راحوش الانتخابات، وبالتالي لم يتفاعل معهم أحد، لم يجذبهم. يعني الكتل التصويتية كما هي، كتلة الإخوان كما هي، والسلفية وكتلة الوفد وكتلة المصرية والأقباط داخل الكتلة المصرية وخارجها، وبقية الكتل، ربما الكتلة الصوفية يكون لها دور في هذه الانتخابات كما أشار الأستاذ ياسر. الكتل جاهزة، لكن الأغلبية الصامتة لم يعمل عليها أحد، وربما هذا يفسر جزء من. لكن أنا عايز أعود إلى موضوع الحجج التي تقدم من أنصار الدكتور شفيق، إنه دي شرعية ودي ديمقراطية. إحنا في النهاية قرار نزوله للانتخابات وقرار إخراجه من الساحة ثم نزوله مرة أخرى، دي قرارات متضاربة، ولم يعني يصلنا تفسيرا حقيقيا وراء هذه القرارات. دي أخطاء من اللجنة المشرفة على الانتخابات ولم تفسر إلى يومنا هذا. فده بعد مهم
البعد الآخر أنه هناك أكثر من 50 بلاغ، وده شيء مؤكد، 55 بلاغ تقريبا ضد الرجل، والنائب العام لم يحرك بلاغا واحدا